نتكلم عن سر من أكبر أسرار البشرية. حاجة الناس بتسافر علشانها من آخر الدنيا وبتقف قدامها مذهولة. الأهرامات، مباني أتبنت من 4500 سنة تقريبا، ومع ذلك لحد نهترده بنسأل نفس السؤال: أزئي؟ الفيديو ده مش مجرد معلومات وخلاص، ده تجميع لأهم النظريات والأدلة اللي العلماء لقوها، واللي من خلالها هنمشي خطوة بخطوة ونعرف بالضبط أزئي الفراعنة قدروا يعمل المعجزة دي. قبل ما نتكلم عن أزئي لازم نفهم ليه. الأهرامات بالنسبة للفراعنة ما كانتش مجرد مقابر، لا، دي كانت رمز للصعود للسماء، للحياة بعد الموت، ورمز لقوة الملك وسيطرته. اختيار الشكل الهرمي نفسه كان مرتبط بالشمس وبأشعة الشمس اللي بتطلع من فوق، فكانوا شايفين إن الشكل ده بيساعد الروح إنها ترتفع للسماء. يعني الموضوع مش بناء وبس، ده كان مشروع ديني وروحي وسياسي وعلمي. تيجي بقي لسؤال مهم جدا: ليه اختاروا موقع الجيزة بالذات؟ المكان تختار بذكاء. أول حاجة، أرض صلبة جدا مناسبة تشيل وزن ملايين الأحجار. تاني حاجة، قريب من النيل، فكان سهل يوصل الأحجار عن طريق المراكب خصوصا وقت الفيضان. وثالث حاجة، الموقع نفسه متوافق مع الاتجاهات الفلكية بدقة مش طبيعية، وده هنرجع له بعدين. تعال نتكلم عن حجم المشروع. الهرم الأكبر متكون من حوالي 2,300,000 حجر. وزن الحجر الواحد من 2 ل 8 طن، وفيه أحجار ضخمة جوه الهرم وزنها 50 و70 طن. ورغم ده، الهرم أتبنى تقريبا في 20 سنة بس. بالنظام ده كانوا لازم ينقلوا حجر كل دقيقتين. ده مش شغل عشوائي، ده نظام مرعب من التنظيم والدقة. نيجي بقي للعمال اللي بنوا الهرم. في ناس كانت فأكرة زمان إن اللي بنى الهرم عبيد، لكن الاكتشافات الحديثة أثبتت إن اللي بنى الأهرامات كانوا عمال محترفين، عندهم بيوت وأكل وعلاج ومرتبات، وكان فيه فرق كاملة: عمال للتقطيع، عمال للنقل، نجارين، مهندسين، مساحين، وأطباء. يعني المكان كان أشبه بموقع بناء ضخم منظم، بس بإمكانيات زمان. طيب أزئي قطعوا الحجر؟ الحجر الجيري كان بيتقطع من محاجر قريبة من الجيزة، لكن الأحجار الضخمة اللي استخدموها في غرف الهرم الداخلية كانت بتيجي من أسوان. يعني كانوا بينقلوا أحجار وزنها عشرات الأطنان لمسافة 800 كم. ده لوحده مشروع تاني. كانوا بيستخدموا أدوات نحاسية ومطارق من الديوريت، اللي هو حجر صلب جدا، علشان إن ينحتوا الأحجار بدقة. نوصل بقي للمرحلة اللي محيرة العالم: نقل الأحجار. أزئي نقلوا الأحجار دي؟ السر تكشف لما العلماء لقوا رسمة في مقبرة اسمها ديجيهوتي حد. الرسمة بتوضح إن العمال كانوا بيحطوا الحجر على زلاجة خشبية، وفيه ناس تانية بترش مياه قدام الزلاجة. ليه؟ علشان الرمل لما يتبل يتماسك وده يقلل الاحتكاك، فالحجر يتسحب بسهولة أكثر بنسبة كبيرة جدا. وفيه كمان نظرية بتقول إنهم استخدموا قنوات مياه وقت الفيضان علشان ينقلوا الأحجار من المحاجر لحد موقع البناء. نيجي للسؤال الأصعب: أزئي طلعوا الأحجار لفوق لحد قمة الهرم؟ فيه 3 نظريات مشهورة. النظرية الأولى: منحدر مستقيم طويل جدا قدام الهرم. النظرية الثانية: منحدر لولبي يلف حوالين الهرم. النظرية الثالثة والأقوى: إن كان فيه منحدرات داخل جسم الهرم نفسه، اتبنت بالتدريج واستخدموها لحد ما خلصوا البناء. النظرية الأخيرة دي ظهرت لما أجهزة فحص حديثة سجلت فراغات جوه الهرم ممكن تكون بقايا ممرات منحدرة. تعال بقي نتكلم عن الدقة الهندسية. الهرم الأكبر متوجه ناحية الشمال الحقيقي بدقة 0.05 درجة. أزئي الفراعنة استخدموا النجوم، خصوصا نجمتين كوخاب وميزار.
كانوا بيستعملوا أدوات بسيطة زي عصي خشب يشكل زاوية يوجه بيها الهرم بدقة فلكية. جوه الهرم الدقة أعلى. غرفة الملك معمولة من جرانيت جاي من أسوان، متعمل بعناية شديدة. فوق غرفة الملك فيه 5 غرف تفريغ مهمتهم إنهم يخففوا الضغط عن السقف. ودهوا معماريا عبقري جدا. الممر الأكبر جوه الهرم معمول بزوايا وحسابات حسابها صعب حتى بالليزر دلوقتي. بعد كل ده، هل ممكن أن نقول إن الأهرامات آمنت بالسحر؟ أو بمساعدة كائنات فضائية زي ما ناس بتقول؟ الحقيقة لا. الفراعنة كانوا أذكى مما ناس كتير متخيلة. كان عندهم وقت، موارد، تنظيم، وعلوم فلك وهندسة متقدمة بالنسبة لعصرهم جدا. وقدروا يعملوا مبنى لحد النهترده واقف متحدي الزمن وبيشهد بعظمة حضارة عمرها آلاف السنين. وفي النهاية، الأهرامات مش مجرد مباني، دي رسالة من الماضي بتقول إحنا حضارة قوية فاهمة وعظيمة. ولو عايزين جزء تاني عن الأنفاق السرية جوه الهرم، أو نظريات تانية، أو لغز غرفة الملك، قولوا لي في الكومنتات.